بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، نورتوا قناتي. اليوم راح نشرح لكم على رحيوة التوابل، يعني حاجة روعة ما شاء الله. الحاجة اللي كنت متمنيتها هذه رحيوة التوابل، نتمناها كل حبيبة راها معايا. هذه الرحيوة روعة، قد ما نشكرها قليل فيها. ياسر شكروها لي وانا واحدة منهم، راح نشكرها ونشرح لكم بكل مصداقية. كاين حجم كبير وكاين حجم صغير، من 200 جرام حتى الكيلو، يعني كاين حتى 400 500 الى اخره، حتى 800 جرام. وحاجة اللي مليحة اللي فيها الانوكس تاعها بريميشوا، حاجة سوليد بزاف. فيها هذا البانس تاني للتنظيف باش يسهل عليكم تنظيفها. فيها هذو ليلان، وفيها بعض هما هذو الملحقات اللي دايرينهم كي يعني الوقت اللي يفسد معاكم اللي راكم تستعملوا فيه تقدروا تبدلوا بهذو اللي راهم دايرينهم لكم زايدين. وفيها كتيب صغير تاع يعني تاع الضمان، والكتيب يشرح لكم كيفاه الطريقة تاع الاستعمال تاعها. والضمان عامين، وهي اخي ديما اخي قلت لكم في فيديو اللي تعود فيها الضمان ما تخافوش منها، يعني اشروها حاجة مضمونة. لهنا البنات راح نجربها معاكم وراح نعطيكم النصائح كيفاش تخدموا بها، واش الحوايج اللي نستعملوهم في الرحايق. هذا اللي هنا نقيت الكمون، شوفوا الاوساخ، يعني ما ننصحكمش تشتروا التوابل جاهزة، يعني لازم تنقوها وتنظفوها وترحوها حاجة نظيفة، وتشوفوا واش راكم تاكلوا من هذا التوابل. لهنا نفتح لكم وراح نبداو بالحمص، وتشوفوا يعني نخلي لكم الصوت تسمعوه، يعني الطريقة كي تعود حاجة صلبة تسمعوا كيفاه ترحي، والحاجة اللي تعود سهلة في الرحي تسمعوا الصوت تاعها كيفاه، يعني راح يتغير الصوت من حاجة صلبة لحاجة سهلة في الرحي. لهنا هو هذا الحمص صعيب باش ترحيه، يعني وهي يعني ما شاء الله هذه الحيوة ترحيه وترجعه لكم غبرة. شوفوا الطريقة كيف نثبتوه في الإغلاق الغطاء تاع الرحاية، واحد طريقة يعني مثبتة ان شاء الله يعود واضح لكم في الفيديو. ونزيروا عليه مليح باش ما يتفتحش معانا، ونشغلوها راح تسمعوا صوتها. اسمحوا لي على الصوت هذا المزعج، بصح يعني باش نوضح لكم لهنايا لازم نقطعوا لها التريسيتي قبل ما نفتحوها. كما راكم تشوفوا لهنا، شوفوا كيف رحاتو ما شاء الله، رجعاتو غبرة. والحاجة مليحة في الرحيوة انك ترحي توابلك في دارك، ريحة التوابل تشميها احسن من تشريها جاهزة، هكا تتفادى شرائهم من برا. لانه كاين عباد ما يخافوش ربي، واكثر كما يقولوا كثر الغش في هذا الزمان، وكاين ياسر عطارات يبيعوا التوابل بدون تنقية، ما ينقوش التوابل ويروحوا يرحوهم ديريكت. انا شريتها وهكا ما نشتيش التوابل الجاهزة، يعني من الأحسن العبد يديرها وحده في الدار. هاك تشوفي هذا غربلة الحمص، ونحيت اللي راها حرشة كما يقولوا، ومن بعد نزيد نعاود لها فرحة. لهنا ننتقلوا عندي كزبر، راح تشوفوا الطريقة تاعو. كزبر يعني ما ديرش الصوت لأنه خفيف في الرحي، اسمعوا. ونشغلوها في رقم 1 تكفي. بعد ما رحيت الكزبر تحصلت على نتيجة روعة،
يعني تقدروا ما تغربلوش الكزبر، ما يحتاجش تغربلوه. هو ثم يتسرحل الكزبر خفيف، ما ماهوش صلب كيما الحمص والحوايج الاخرى. عدة استعمالات نستعمل فيها، نرحو فيها الكمون، راس الحانوت، التوابل الكركم. اخي الكركم صلب في هذا. لهنا أنا عندي انا الكمون، راح نجرب معكم. نرحي فيها الكمون بعد ما نقيته، يعني ما شرحت لكمش كيفاه التوابل. لازم نغسلوها وننشروها في الشمس، ومن بعد نولو نقوها، ومن بعد نولو نرحوها. هذه التوابل قلت لكم نضيفها احسن من تشتروها جاهزه، لا ريحه فيها ولا طعم يعطوها لك في الاكل. اللي تخدميها في الدار احسن، يعني بكل صراحه. وراح ياسر يشاطروني في الرأي هذا. كاش لي ما تقول لك باللي التوابل جاهزة أحسن، لأن الحاجة اللي تخدميها بيدك وشافتها عينك أحسن وأفضل. كاين اللي نصحوني وقالوا لي ما تطحنيش فيها المكسرات، ولي جربت فيها طحنت فيها المكسرات. تقول لي في التعليقات باللي يعني تقدر تطحن فيها المكسرات ولا لا، هكا نستفادوا من بعضنا. وقع لي مشكل خطرة في التوابل، نقيتهم وعطيتهم للزوج تاعي يرحيهم لي عند الرحاي. ومن بعد الرحاي وش دار لي؟ خلط لي الفلفل الاكحل مع القرفة والكروية مع الكمون. ما لقيتش وش ندير، ما لا ما عليا الا وعاودت جددت توابل من دار جديد. ورحت كساتي اتجهت وشريت هذه اللي نصحوني بها، شريت الرحيوة. والحمد لله العبد عاد يخدم حاجته بدون قلق. يعني ما ننساش المشكل اللي وقع لي في التوابل. تقدروا ترحوا فيها الفريك والمرمز. انا لحد الان ما سييتهم، صح ياسر شفتهم يرحوه في هذه الرحايا. شوفوا النتيجة في النهاية. كملت توابلي وتحصلت على نتيجة روعة. وصلنا لنهاية الفيديو. ما علي الا نقول لكم مع السلامة في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة ودعمي احبتي في الله.